ايه الاخبار يا معلم؟ الحمد لله تمام. كله تمام زي الفل. عرفنا بنفسك. انا احمد سمير من مصر، من القاهره. بقالي هنا 5 شهور تقريبا، ومتجوز تشيكيه. تمام. بقى لنا 5 سنين متجوزين. ايه الاخبار يا معلم؟ الحمد لله تمام. عرف بقى الناس بيك الاول مره يتفرجوا عليك. اسمي انس الحبشي، مصري، مقيم ومتجوز في التشيك من 2014، يعني بقالي 7 سنين. تمام. ومراتك تشيكيه؟ ومتجوز تشيكيه. دلوقتي معانا احد الطيور المهاجره، عرفنا بنفسك. انا عاطف طيب برضو تاني. تمام. انت بقالك فتره حلوه ما طلعتش معانا. ومعانا هنا ضيف جديد، محمد الجعبري. لا نعلي صوتنا، ما انت مكتوب كده ليه؟ محمد الجعبري. تمام. انا السؤال الطبيعي اللي كنت بساله للناس، انت بقالك قد ايه متجوز تشيكيه وكده، بس السؤال اللي انا هساله لكم الاول، انت طلقت كام مره؟ انا طلقت مره واحده. اللي طلقت كم مره؟ معلش انا بسال، ما اعرفش. مره واحده. تمام. يعني حابب تقولي سبب الطلاق ولا نخش في الموضوع على طول؟ ايه يا حبيبي؟ لا مفيش اسباب. 90 منهم طلقنا. بالنسبه ليك؟ كلاش بين الشرق والغرب. كلاش شرق وغرب. وليه اخترت تتجوز تشيكيه؟ او يعني هي انت كنت بتفكر تتجوز تشيكيه ولا هي جت كده؟ لا بصراحه ما كنتش بفكر اتجوز التشيكيه، لان انا قبل ما اتجوز التشيكيه كنت اعرف ان هي دوله صغيره جدا، ما اعرفش عنها اي حاجه. بس بصراحه يعني لا، التشايكه طيبين، شعب طيب. شعب تحسه محترم كده، مش محترم يعني الاحترام المصريين، بس محترم لذيذ لزوز. بس تدي على قومه صح؟ عشان كده. والله الموضوع جه بالصدفه، ما كنتش عامل حسابي ان انا هتجوز اصلا خالص. خالص. احنا عرفنا بعض عن طريق سكايب. تمام. هي عملت لي اد 2008. كنت فاكر بصراحه واحد صاحبي مصري بيشتغلني وعامل لي بقى اكونت فيك بتاع واحده بنت، وبعد شهرين 3 هيطلع مش عارف ايه ويجيبوني اروح لهم بقى هناك، ويطلع في اخر اي كلام. اذا كده كل واحد يخش لي يقول لي 5 مميزات للزوجه الاوروبيه و5 سلبيات للزوجه الاوروبيه. خش انت الاول. انت الكبير خش. انا هبتدي بالخمس سلبيات. خش بالسلبيات. بس عجباني كلمه سلبيات على فكره. حلوه، هي حلوه. كلمه بحس انها رقيقه كده. ما بيعرفوش يطبخوا محشي. دي اصلا مش محشي، يطبخوا اصلا. لا هم طبعا احنا بنقدر ان هم بيحاولوا، بس بيعكوا، وفي الاخر احنا اللي بنلبس. يعني الطبخ بالنسبه لك هي مشكله؟ دي حاجه. هي منظمه، دي حاجه حلوه، ومنظمه جدا دي حاجه وحشه. فاهم انا قصدك ايه. النظام الزياده. انا فاهم انت قصدك ايه. تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لما يعني ايه، يعني لازم كل حاجه تبقى يعني بالحدوفه. بالظبط. انا فاهم ده تقريبا حاجه في كل حته. السلبيات برضو منها موضوع النظافه الشخصيه، ده مهم جدا. انا بس اتكلمنا موضوع. استنى، يعني هم الثلاثه دلوقتي معاهم كان نفس الحوار؟ لا، ما هو يعني هقول لك على حاجه. احنا مثلا الحمد لله الواحد مسلم اسمه محمد، تمام. فانت مثلا عندك بسم الله كده في اليوم المفروض تتوضى 5 مرات من اسباب الوضوء. لو انت عارف الوضوء بتاعنا تمام. وعندنا برضو الحضاره الشرقيه، الست مثلا ما يكونش عندها، يعني معلش اسف انا بقول كده، حاجات بتطلع في حتت غريبه ما ينفعش تتقال. فعشان تقنع حد اللي هو مثلا في نظافه وفي طهاره في باربر شوب بتاعت جميل الصراحه، بيعمل عادي يعني انا بتكلم بصراحه يعني، بس برضه يعني تمام. بطيئه شويه كتير. في ايه بالظبط او بمعنى؟ يعني في اي يعني مثلا لو احنا خارجين، ممكن نبدا نجهز من قبلها ب3 ساعات. تمام. عشان احنا مش هنلحق الوقت. كذا مره فوتنا قطر او كنا هنفوت طياره بسبب ان احنا كنا جاهزين مستنيينها. فالموضوع ده كان بيضايقني شويه بصراحه. الحاجه الثانيه مش ان هم مش قادرين يفهموا احنا ليه بنسوق. انت مالي. دي برضو من الاسباب اللي عامله لي حوارات في البيت. تمام. فاهم. وبالذات بقى لما يبان عليك التعب اول يوم او اول يومين. انا قلت لك يا حاجه ما تخليكي في حالي. هطلقك زي اللي قبلك عشان نخلص. الوقت بالنسبه لي انا كمصري عادي، صباح الفل بتاخر على اصحابي بساعه عادي يعني. وهم صباح الفل ما عندهمش مشاكل. لا هنا بتاخر دقيقه يعني مشكله. موضوع الدين ده مهم برضو، بالذات لما تكون على دين مختلف غير الدين بتاعك، او اذا كان عندها دين اصلا. تمام. فاللي هو مفيش مبدأ، فدي مشكله برضو. تمام. فهو عشان ما هتقنعها بايه يعني. ما بتعرفش تطبخ اكل مصري؟ اكل مصري خالص ولا خالص؟ يعني هي بصراحه ما بتعرفش تطبخ قوي يعني، حتى تشيك يعني. لكن المصري حتى. طب انت رايك في الاكل التشيكي عامه؟ لا ما بحبوش خالص. لا ده طبيعي، ما فيش حد اصلا مصري يحب الاكل التشيكي تقريبا. ما يفهموش الشطاف. مش عارفين هو ليه في البيت في شطاف. يعني بتاخد مرحله في التعليم. مش عارفين ليه وما فيش ليه حاجه، انت لازم تاخد شاور.
في حاجات كتير ما عيب يا ينفعش. ابني الكلام ده طلع على التلفزيون. هيطلع. لا الناس دي كلها هتتفرج. دي تجربتك على الكلام ده. الشخصيه، اتفرج يا غلا دي انت. تجربتك الشخصيه. لا لا مش ما مشكله. يعني لازم تحترم الجمهور يعني، فاهم. تالت عيب الروتين بالنسبه لنا. الصحيان بدري ده ما فيش سيستم النظام. نظام يا بهايم. لا مش عارف انت اللي جابك اوروبا. مش مشكله. الموضوع اتغير شويه، بس الاول كانت غيره قوي كانت غيوره جدا جدا. مع ان على فكره الموضوع كان يعني بيعمل- الناس اللي ما تعرفش متخيلين مثلا الاجانب ما بيقولوش خالص. لا الناس اللي ما يعرفوش ما يعرفوش خالص. متخيلين الاجانب بيس وبتاع هم ممكن بيس مع بعضهم، يعني هي معاها حد تشيكي بيس قوي مع بعضهم، بس معاها حد مصري. مصري او عربي او شكل مختلف، لا معاملة بيجوا بعض بالمثل. جدا، معامله بالمثل. طب ايه بقى الايجابيات طب كمان؟ نخش في لا، الايجابيات. إيجابيات كتير. خش في الايجابيات اتفضل. ومعاك الميكروفون. الجبهات. أيوة. اول حاجه الالتزام في المواعيد، سلام. الاخلاص. تمام. مش دايما بس ماشي. انا معايا الاخلاص دايما. اول ميزه واهم ميزه انك بتصحى الصبح بتلاقي وش اجنبي في وشك، بتلاقي حاجه زي دي في وشك. متفهمه، ما عندهاش حته ان احنا لو متخانقين ما تعمليش حاجه، لا كل حاجه تتعمل في وقتها. تمام. حتى لو متخانقين مثلا اصحى الاقي الفطار معمول، القهوه معموله، بالليل العشاء معمول، حتى ما بنتكلمش. بتشجعك على التطوير والتجديد واخد بالك ان هو في حد فعلا عايش معاك الحياه، حد مشاركك كل اوقاتك وحواراتك وبتاع. طب الجعبالي مش هتخش باي ايجابيات ولا مش عارف، سلبيات؟ مش مصدقه ليه، حاسس ان هو ما هو ده كلام تلفزيون، انت عارف ده كلام تلفزيونات. صح. ده كلام ما ما احنا كاميرات. قلنا بقى الحقيقه ورا الشاشه. انتوا خش بقى، خفتوا خش انت تشيروا. يعني انت قلت ايجابيات ولا سلبيات؟ خش باي حاجه انت. طب انا اخش مثلا ابتدي بالايجابيات يعني. اتفضل يا المنظر أستاذ يعني. هو ميزه برضو انت تتجوز اوروبيه، هتصحى الصبح كده جنبك حته فاهم شعرها اصفر وعينيها ملونه وبتاع، فدي في حد ذاته كده بيديك ايه دي دافع. بالنسبه لك ايجابيه لوحدها. دافع يعني الحياه كده فاهم، يخليك تصحى الصبح اللي هو واو كده، ايه ده اوه ماي جاد. تصحى الصبح تمام. برضو الوقت منتظمين فيه، مساله الوقت دي. الحاجه الثانيه ان البيت على طول نظيف، تمام. البيت على طول منظم. دي تاني حاجه. تمام. على فكره لو في مصريات بيتفرجوا علينا دلوقتي تلاقي بقى كومنتات شتيمه ما مش مشكله. بعدين نبقى نظبط الكلام ده. كده حاجتين. الطبخ مختلف وهيلثي، يعني الطبخ اكتر وهيلثي. تمام. انت شكلك عايز تاكل عيش. تمام. لا والله مش بتحب يعني الاكل التشيكي؟ لا انا ما بحبش الاكل التشيكي، بس آه. هي اكلها يعني هي بتعمل اكل هيلثي. بتعمل اكل هيلثي. تمام. الطبيخ هما بيحاولوا، بس طبعا مهما حاولوا مش ما زي بيظبطش خالص. مش لا، انت بس هما طبعاً. بيحاولوا يعني. بس احنا يعني you have يكفيهم to شوية- appreciate it. يكفيهم شويه في المحاوله يعني. بيحبوا جدا الرياضه ودي ميزه يعني. تمام. مثلا ممكن تكون تخينه او رفيعه او ايا كان، بس مثلا ممكن تلاقيها بتزحلق على الجليد، بتعمل حاجات غريبه وهي قد كده عادي فاهم. هي واهلها تمام. عجل وكده فدي ميزه برضو. انا قلت كام 4 مش مشكله، عايز زود تمام. يعني برضو ميزه من الاوروبيات اللي هم دايما بيشتغلوا، يعني صعب تلاقي واحده يعني تبقى قاعده في البيت وست بيت وكده، فيعني هي ممكن تكون ميزه لناس وعيب لناس تانية، بس هو يعني بيبقى كتير من وقتها بره في الشغل، فانت عندك وقت تلعب براحتك فاهم. تلعب براحتك. تلعب بالظبط. يلعب جيم الراجل يقصد يعني. تلعب جيم كده تمام. دي ميزه ولا عيب؟ يعني على حسب انت ايه حسب انت ظروفك. هتلعب ايه. حسب. انت بقالك قد ايه متجوز عامه؟ اول مره اتجوزت اوروبيه كان بقالك كام سنه؟ كان عندي 20 سنه. لا يعني الناس عارفه انت عندك كام سنه يعني؟ انا ما كبير يعني انف يعني ولا كبير انف. كبير انف يعني بقالك كام سنه متجوز اول واحده؟ عنده 22 سنه دلوقتي. متجوز بقالك سنتين. كذاب. بص كذب الابل. متجوز ومطلع ثلاثه بقالك سنتين. لا يعني 3 سنين، بعد كده في 5 سنين، بعد كده في سنه يعني وهكذا. انت 32 سنه صح؟ 31 31. بعد اللي انت قلته ده بقى، وكل واحد فيك يقول لي تنصح لو حد هيتجوز يتجوز واحده مصريه ولا واحده اوروبيه وليه؟ والله برضو عايز اقول كلمه في الاخر مهمه جدا. حواء هي حواء، الله. ليها متطلباتها اي جنسيه مش تفرق يعني. اسكت بقى ما تعرفش حاجه. انا على الهوا. هنكتفي بهذا القدر من البتاع. شكرا جدا. مع عندك السلامة. حاجه ولا خلاص كده؟ سلام يا نجم النجوم. الحمد لله الحمد لله.